في السنوات الأخيرة ارتفع عدد المخالفات المتعلقة بالسير فوق سكة الترامواي بشكل مثير للقلق، ورغم التحذيرات المتكررة ما زال البعض يغامر بحياته وحياة الآخرين بسبب التسرع أو اللامبالاة. اليوم سنقدم لكم معلومات مهمة قد لا يعرفها الكثير، حاجة لازم يعرفها كل مواطن، هي أن السير فوق سكة الترامواي ممنوع منعاً باتا، سواء للراجلين أو للسائقين، لأن المنطقة تعتبر خطاً نشطاً وخطيراً لا يمكنه التوقف بسرعة مثل السيارة، وأي تأخر بسيط في رد الفعل يمكن أن يؤدي إلى كارثة. غرامات مالية قد تصل إلى 5000 دينار جزائري للمشاة الذين يعبرون السكة في أماكن غير مخصصة، غرامات من 10,000 إلى 20,000 دينار جزائري للسائقين الذين يتجاوزون خط الترامواي أو يقفون فوقه. سوس انفيرس، من بعد دخلتي في سوس انفيرس تاع طريق، جيتي سوس انفيرس الطريق اللي تدين جيتي فيها. دزنا منا شغل راكم برومو، راكب معايا صاحبي، وكاين اللي ما يخلوكش تجوز، كاين اللي يقيسوك، كاين اللي يزيرك كيفما، كاين اللي حاب نهربوا منا باش ندخلوا ديريكت منا ونروحوا. الساعة باش نيفيتي سيركيلاسيون، حبيت زعما نربح شوية وقت أنا عشيت محبس. يعني راك روطار ولا؟ شوية روطار، ساعة كان غير جست من الطريق نلحق روطار، خير ما دوكا ما نلحقش كاع. غير عالسركالة بزاف، دي فوا تقيس الناس في كاش ما على بها، قلت نيفيتي غير هنايا دخلت منا وجيت سكن منا ميبون. في حالة التسبب في عرقلة سير الترام أو حادث قد يؤدي إلى غرامات أكبر، وربما متابعة قضائية القانون ما وضعش للتضييق وإنما لحماية الأرواح. كل عام يتم تسجيل حوادث خطيرة بسبب هذه المخالفات، أغلبها يمكن تفاديها بقرار بسيط: احترام الإشارات واحترام السكة. من جهة أخرى، إدارة الترامواي تقوم بشكل مستمر بحملات توعية لتحذير المواطنين من العواقب، لكن الوعي الحقيقي يبدأ من عندنا، من كل شخص يشاهد هذا الفيديو الآن. في النهاية، احترام قواعد السير حول الترامواي ليس مجرد قانون. سرقتنا بالتصدي لكل تجاوزات من قبل السائقين الذين يقومون بالسير الممنوعة بسلك الترامواي المخصصة للترامواي، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بتطبيق القرار الولائي، ويتمثل في تحويل معظم المركبات والدراجة النارية لمدة 30 يوم للمحشر. بل مسؤولية فردية وجماعية. حياتنا أهم من التسرع، وأمننا يبدأ من أبسط التفاصيل. إذا كنتم مهتمين بمحتوى توعوي مثل هذا، أو تحبون تصلكم أحدث الأخبار والترندات في الجزائر والعالم العربي، ما تنساوش تدعمونا. اشتركوا في القناة، اضغطوا لايك، وشاركوا رأيكم في التعليقات حتى نواصل تقديم محتوى مفيد محترم وهادف. دمتم سالمين، وإلى اللقاء في فيديو جديد.